طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا كما أظن في هذا الحديث الذين يصلحون ما أفسد الناس نيرام يديسني كنجو كسيمي الذين يصلحون ما أفسد الناس رب ما نو أنبيوتون أرجع فوق فساني هدومات إصلاحها إير ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أصلين إصلاحها لكن فساني تاري أتهه حقود في رب يجدد الرسالة لإصلاح ما أفسده الناس. والعلماء كانوا نوابا عن الأنبياء في هذا الباب، هم الذين يقومون بإصلاح ما فسد. الفساد هنا يتضمن الفساد الظاهري والمعنوي خيسان عقديا تكاو خملأتو تكاغني ملأن ديني في دنيتي خرروا آخرا في هندتي خرروا حواسمتي خرروا هند فسادا في نمني تلشون دركما أنبياء جلق أبرت وقوته إسان الرادال ودان إرقاء ربي تهودان هم العلماء، هم الذين قاموا مقام الأنبياء في هذه المنزلة، في هذا الشرف. هذا شرف الرسالة. إرقاتنا بكانقهون رسالان شرف صدركاتنا ربي سبحانه وتعالى هجي أنبياء علماء قباقا يجو أنبياء دلقان ثاني إصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يقول ما أريد أن أخالف إلى ما نهاكم عنه إصلاحا دفنجتشو سنيف علمتشي واجبني إصلاح ما أفسده الناس ماديا كان أو معنويا. ودعوة إلى مكارم الأخلاق التي هي جوهر الرسالة، لأن الرسالة جوهرها وأصلها ومادتها هي مكارم الأخلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق أرأى فساني الدنيا تنخيس دي مهندي أسرت إيفتيجو أي سرّا ورّت إيفتيجي رغا أخلاق هدف رسالة خنا دورة أبجو ورّ هدف خايتيجي رماس خنا هند واجبني ورّ خوفيها كبوخ إماما كبوخ مقا شيخا بأتخان خنا يجو رارو ربي سبحانه وتعالى ببر خايجيجا أكيان فانجنيت رارو ربي فينقلات همبوستو جام فينقلات نبيت أرين حقوبات تفين كننجتو رار ربي نمتي راري فينقلات سرّان بوسو جام ربي فوري علماء غافما خطابة قرآن كان اتراري فينقلاتو باتو ديسو باتو سمر جرتيسي أنت المسؤول أمام الله وأمام التاريخ. في ذاك الحي من الشيخ إمام تلك القرية من إمام تلك البلاد من يقال هكذا كان جاء مملئ وني برانم توك كنجرو نمني إصلاحا الرائقم علماء دعاة يجا خناني وارث أنبياته دنديا يجو واجتهادا في توجيه الناس ودعوتهم إلى الخير والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المسلمين وإعانتهم على من عاداهم. هناك قوة تعادي المسلمين أفرادا وجماعات. هذه العداوة قديمة قدم الزمان. يقول له كاف الدرا دراقات نمتك جبت دي كاف درا خاتسن الرئيقلي تكاه فربا فمنجو تلاتمان حقا في باطل ولد أرارمي تكانجو نافو ورقوان باطلا سوني تعادي ورحقا
أرأنتنا سبب سنين نما زلم موجرة نما ميد موجرة هتاك أقبته إيشا ديبا سر بدم توجرة إذن واجبك كداعي واجبك كمعلم واجبك كعالم أن تنصر المظلومين يقول وتقوم جانب إخوتك المسلمين الذين ظلموا وتعينهم على من خالفه على من عاداهم والتحذير من تولي الكافرين وأعوانهم لأن الناس لا تعرف ما هي الولاء وما هي البراء أنت الذي تعلمهم أنت التي تنبئهم موالاة الكافرين لا تجوز عداوة المسلمين لا تجوز هذا واجبك أنت ومن مناصرة بأي نوع من أنواع النصرة الظالم لا يستحق النصرة إذا كان معاديا للإسلام والمسلمين وكذلك بالوقوف ضد دعوات التطبيع معهم عادي خلاص أن تكون مع فلان وعلان في قضيته وتشاركه في حفلاته وتشاركه في أعياده وتشاركه في مشاكل الموجودة الآن عالمنا الرأس دركان إن الرجل فتبيع جاني وان قضية ولاء في براءة جأن لو يقول أنت إنسان وأنا إنسان يجمعنا الإنسانية إنسانية الإنسان هي التي تجمعنا أما الدين هذا لك وهذا لي على هذا الأساس لابد أن توالي وتقوم معه في إيش بعد المناسبات كنامر أكخنا أكنتان سيب برسيسو كباجتش وهذا هو المعنى الحقيقي للوراثة المقصودة من حديث الصادق المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه هذا هو المقصود والمفهوم من الحديث هذه مغزاه ورسالته التي حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلينا فالإرث النبوي بما هو رسالة إلهية للإنسانية جميعا ودعوة هادية لمكارم الأخلاق وأحكام تشريعات ضابطة لتصرفات العباد وحاكمة عليها هو أمانة ومسؤولية على عاتق العلماء أنت الذي حملتها العلماء ربي سر خاي ولا ربي وإذا علماء الرمال ربي أني لتبينونه جل قبل نساء ولقد أخذنا ميثاق بني أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وجوسا يقول إيه ميثاق سينتجر بيان سن سر جرا يقول أما سر جالتشو سر جبو سر سغرغارو دبو هنيجين أمانة نرجع جتشو بيته نمني وانسنين دابته قبو سي مسؤولية على عاتقك رارو ربي سني جتشا للدعوة إلى كل ذلك الذي تكلمنا وبذل الجهود لتحقيق مقاصد الرسالة في مختلف مجالاتها يعني الرسالة له مقاصد مقصد الرسالة أولا أنت الذي تعرف ثم تعرف الآخرين وتبين لهم ما يخالف المقاصد الرسالة وما يوافقها سيتي تقبض كما ولذلك قال تعالى وصف العلماء بأنهم أكثر الناس خشية لله تعالى وحده ولا يخشون غيره ولا يخافون في قولهم لومة لائم قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أحدا ينكم خيرياتي تهودن ديا خسي أولي تهودن ديا هيك
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم الذي تمثل تلك الصفات، يعني العالم الذي في صفاته أو في عنده هذه الصفات، إذا كانت هذه الصفات عنده موجودة أو كان متصفا بهذه الصفات، هو الذي تناقلت الأمة نصوصا في مدحه وتقدير مكانته بين المؤمنين. إذا كان العالم موصوفا بهذه الصفة التي ذكرناها يحصل على تقدير الأمة ومدحهم، يمدحونه بدون شعور، عالم كذا وكذا، متواضع، ناصح، أمين، محبوب. تقول أصوم بين خبجان قلبي خيس سيسين تيجي هواسا خان أتتريب دينا خبجان أنقبدا ننجالتا نمان بيتا إنما نمان بيتا جتة إفين جنجتو أتي سيفو مخانا كبانا نمني كنما سيفاس أكنما سيجالة تيجي تقدير فيتا وصفي خانا كبات فارو برباد دتانا تنقانيو سراون جرتو ربين وقا قبرجة توكو جالة نماف قد موسى قلبي نما خيسة سيخايا ولي خلاص. ويكفي في هذا المقام أن نذكر نصا جامعا مانعا في بيان فضل العلماء قال فيه محمد بن حسن الأيوري في مقدمة كتاب أخلاق العلماء كتاب جامعتكو شينكم كتابيت وري أكيجي جيكي ساخنا وانا جائبها سي مرة ربي وروان كان وصفهم وسنهاقو نقول لي ربي هتاسسو إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحبه. اختص، هل هناك من لا يفهم هذه الكلمة؟ وقام في الوقت سندورة لالتن خيخون اللي يسندي بيخون سينو مقلامي مال إفات إذا وفدا هاي أتيدي هي تكوني فقاته هاي مية ستة سكة فوني بدنا كرسي بناجر على كرسي بناجر سين فونا سينكوتا فونا سينكوتا هاي ركز معي على هذه الكلمة التي قال هذا الشيخ في كتابه أخلاق العلماء. ربما تحصل هذا الكلمة إن بحثته في المواقع أخلاق العلماء إن قلت ربما تحصل عليه. إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان. حقيقة الهداية بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس بطاقتنا وبقدرتنا أن نصلي ونصوم ونوحد الله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. كسم وكسيم ربي جالتي أبا فدي إيمان أبقى شيء ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب، يعني من بين المؤمنين اختص أناسا آخرين، يعني خصوصية غير الخصوصية الأولى، فتفضل عليهم بماذا؟ بالعلم، فعلمهم الكتاب والحكمة ووفقهم في الدين وفقههم في الدين، يعني جعلهم فقهاء، وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني فضلهم على الآخرين، وذلك في كل زمان وأوان، في كل زمان وفي كل مكان. ورفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. العلم يحتاج صبرا أو حلما، إذا لم تكن حليما أو صابرا لا تستطيع أن تؤدي هذه الرسالة، لأن سرعتك وغضبك وتضجرك يمنعك أن
تبلغ الرسالة كما ينبغي. هيا شكرا بارك الله فيك. ورفعهم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، يعني الناس تحب أن تنظر إليهم لا تملهم، دائما أرجو فيتا دعوتشو فيتا وجتاؤ فيتا. علماء كسم وكسيم. الحيتان في البحار لهم تستغفر. ماذا قلنا؟ الحيتان في البحار تستغفر لهم والملائكة بأجنحتها لهم تخضع رضا بما يصنعوا به. وإن جالت سني جتة وإن دلق سنجال لا جتة في ما شاء الله أكستي علماء ملائكة الليل فخيسي. والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. صح ولا لا؟ نتفق على هذه الكلمة؟ بعد العلماء بعد الأنبياء من يشفع؟ العلماء. شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي رب العالمين. كان ينجو حديث صحيح بعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ينجو حديث هند شفاعات أبدا أنبياء مودا. مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. يعني الناس إذا رأوا أعمالهم يتنبهون. يعني خير الناس من يذكرك إذا رأيته تتذكر الآخرة. نمني هقاءتي إساقرت آخرة يدت نما ربي تيبيخ نما قاري يجون علماء أكسته لك باجي. هم أفضل من العباد. يعني عالمني توكو عباد الرنيج آلان دي جرام يديس غيس. وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة، يعني وموتهم مصيبة. ما دام في أن هناك عالم موجود في الأمة وجوده غنيمة لتلك الأمة أو لتلك القرية، كأنهم غنموا كل ما في من الخير دنيا في آخرته وانجل أكوان مولك أبتيت. وموتهم مصيبة يذكرون الغافلة ويعلمون الجاهلة. ها هم العلماء. لا يتوقع لهم بائقة، يعني مصيبة. لا تتوقع من العالم أن تسلك مصيبة من جهته، لأن دينه يمنعه أن يضرك. لا يتوقع منهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. خيانة سرت اندلب سيقال يما نمتك يقول نشا ودوان جتن قبط. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. يقول يما الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة. شفتنا ما علماء دقوهن دركما يساتي لأنهم ورثة الأنبياء. والمعصية لهم محرمة. علماء فاللسون حرام مالف إسانيم يأتي وان إسان ديمانين سنتو صدركانا سسيقود نما وانسا فاللسة إرقاسا نما فاللسة إرقابر سريو جان نما إسنجل ديم تفت أبنجان تيتيچ باري قبا باري سنييچ أبنجان كان جاني غندري
باري سيو جبسته سلاتي تكاد وخاتمي بابري جبها علمي ثنا والنسين خبياسي قوتين أمبيتش سرّا وإسرّا تبكبوت سني في يتش من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند أصبح معاندا جدا ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه بقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر مثلا إمام مسلماتكو بلشان مسلماتكو يو خيء وني تكررت والفكات جج علماء ديبسيتي وان علماء جو سنرد أبتي ببا وان إسان جان سنرد أبتي الرد أبت مفتاح أكنت ولدور علماء حتى بلشان برا والفكات جمع إسان ديبسا فرماتا خناجا أما اللي بركان سنك يرتو بيتو أما هو قدو بين جباتي أبوتي أمنتها ولين مقبا ماري نويا ماجان إذن أما نو متى دياتشو إيغاليوي غو مناسبة وهي دفته هندا شيكوتي نويا ماجان مالي في نبيتا نما هدو دوبا جرا توكي جخانا أمنسي نانغد ديبي نما هدو أمنسي سيجتوان أمناني جيش أما نوغالي وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وان بيكم ستين قبني وان أمري أمراء المسلمين ردوا في وان هو النار ران قبني جيتش علماء زنفرتني تدلغ جيجري مالف نمتجة تقول أن سليمان القانوني ممال جانيني دولة عثمانية خيستي حاكم عادلة تري سليمان القانوني جانين ومكان كن اللي وان الرابع قانون دولة سني سكاي دوبا علماء ولك أبي فتوى غافتجا فتوى إسان غافتن تنرد أبتيتي بيتجاجلة دوركو تاتو أججو تاتو ورقاسا هند يسيف دتيتي صندوق خايتيا بكتك ولك أبتي خايتشو تريا بيان أندوئي ورقاتنا وجين ساتنا خنا وجين أولا جيجا مالف جئ ما وان كان في الدور ربنا نانجي خنو شيخ أبلوتو عالم تكبلوتو كتابة كان كان جئ في الدين أقول جئتين رجع دي فدا هجئ جان أكسي وجه أولا جاندو دور أكستران علماء كخان أما اللي يون سدك أنقط تسقابة اللي باتن وان أتيجتو خنا نمني دلقا يجان وان أتيجوتو نمني قد يجان وان أتيديسي جتين ديسي يجان تناف قولي إسافر تاجر وعليه يعولون يجون يعتمدون على قوله الكساد الرتير كذا فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة أساسا وتبا أمان الرد أبت علمان وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان هم الذين يغيظون الشياطين الإنس والجن شاتنا ما في جن ورقراب بؤين بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدي بها في ظلمات البر والبحر يعني علامة يهتدى بها في هذه الموجات موجات الضلال والشبهات والأهواء يقول لي خنا نمني إبساخ من كيس ديم إفاس الراقب صفتين كيس ديم يجّا أكا أرجيل علينا من خرادة بردي في تنادى كيتنا علماء خنا نمني خيس دبرايا إذا انطمست النجوم تحيروا ورجينا كمنان نمني خرادة مخرج ولا لا ندما وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا أكا خنا يجوا ورجوا فكاتي ولا مانكو ملتونا ما تا يجّا هذا واجبك أنت يا أيها الداعي واجب المسلمين وواجب علمائهم إن واقع الأمة الإسلامية اليوم وفي مختلف العصور بعد عصر النبوة والخلافة الراشدة يشهد على انفراد العقد الجامع لها هاني إسها ولدتيدو شالين إسان كان ولد قدوم فيتو خلافة راشدة بودا دراجته دوران سلسلة كا ولدتيد ديمت تنتوري واختلال الموازين التي رسمها الشارع الحكيم في المنهج الذي ارتضاه الله تعالى لعباده خلال لي إيجا سينقا منهج ربي سلا أنبياء والإرقاء
قبروت أفيد إسان هقاني في خلال لدفه سببا سلسلان إسا ولدته يدوسون دراجت يجا خوني أركم يجي زمن أما ولا أدل على ذلك يجي والنسون خلال لي أرقموا سهرتو أنك كان نمك أجيجتو هنجرو إلا عدم الوفاء بالواجبات التي يتعين التقيد بها والحرص عليها أما عدم الوفاء خنا وأن تكهجا بايلما سين نمني سيجوتو دبو خوني خلالي سينو خلالي علماء بريجراچو أغرسيس ميتكشو ديفما ناغو توني ناسا نمتين أسديبيا دور متنتين أسديبيا الردو خينيا دوران أكثر خينيا يجا رسالة ياميچا تربان دور برجيسي بكت تهمني قيات تهمني ساكنا يني هل وفينا أكثر خينيا ما دوفين زرت ريمون تانا ستيني شيكوتي وجي نوغا سونو شي عبد الله بشي امين فا وجي فرنجين أكنا تاتي فرنجين أكنا تاتي سببا دقيقة عشان هفوتي يجا استقالة إفقو دفاجي أني وانا كنا هاسوتورا هقا موعيدة تقو قبل نتي أكنا مدائي كعالمات وقت مالي بايلما خننقول هقا نتي كنا نمي نبودا كم بكا عالمني اتدوفتي ما إمامني اتدوفتي مأمومني البون جائزي جن ميرا كنتم أكمي هيكتي كمي نبيرا خدتي مشكلاتنا أما خلل بالتوازن ججو منهج حياتها خينيا خسل أما هي من نخانا خانا من اللي نربي وانا خيستي خلل ما قلبي تيني خيس سينيكي راججا وفي مقدمتها قيام المسلمين بواجبهم تجاه علمائهم مسلم توني وان علماء سلا علماء الراركتشوك أبو خيستي خلالا مولت قبيا علماء بربا جبتو خنان جيرو مسلمني علماء نزكو مثلا وان سلا ركو مسلما فرو في دممو في حواسما خيستي خلالا قبان أكا وان جزئي دا خولتين ديمني أتس أسين بي خرا ولنو في دكوان جره بفكسي فكاتي جرقنا مو جزء لا يتجزأ همنا والقوت تك خنيس واجب الرقبة خنيس واجب الرقبة واجب إساخنا وليقوتي وجيون ديمني خلالي نظام خين غربين أنبياء نورجيسوني سينجر نمني وان كان سريسو دف حقا خدورة فجي سادنس يتشا سادنس الرأيق قمو خنا يتشو خناف واجب المسلمين تجاه علمائهم وقوجنو لما كان العلماء بذلك القدر الذي تكلمنا عنه وبتلك المنزلة والدرجة فإنه يتعين على الناس جميعا على اختلاف مراتبهم لأن مرتبة الناس ليست سواء تختلف باختلاف أفكارهم أو علمهم أن يقدروهم حق قدرهم أن يقدروا العلماء حق قدرهم القدر الذي ينبغي للعلماء لابد أن يحصلوا من الناس تاتين كم نمو في بربادين ويحبوهم ويعظموهم هكذا خان نمنا مجالة الراهي وافود نما خباجي دبيسا الليل دبيسا خباجي كما يجب عليهم أن يحفظوا حرماتهم ولما نماز والنساء الرائق قاموا حرمات إساني إيقود وأن يطيعوهم فيما يقولون ما داموا على الصفات والأخلاق التي يستحقوا بها تلك المنزلة والدرجة لكن أولاغا سنة قوتتشون دركا مدورة سرتي يجا أكا صدركاتنا قدتو سفاري من تنهاز ونسان أركتشو قبل ابن القيم أكيو في بيان قدر العلماء ووجوب طاعتهم فقهاء الإسلام جاء ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب هذا في أباء أقول علماء أقول الرواجب يكم هذا في أباء أقول سلا ربي نما
تأيفتي هذا أبا أنسيمي هذا ما في أبا خناه درجة wanni dhatti xaa isaanii rabbiin ni jabeesse okoka ni jabeesse kana namni ibsu eenyure ulamaa kanaami nas alkitaabiin santurra jabduudha jee ta ulamaa tanaa irra guddoodha jee qaala allah yaa ayyuha alladhiina aamanuu atiicu allah wa atiicu الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تأويلا أولي الأمر خناديت علماء جاد لا لما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين يجوا ذلك خير وأحسن تأويلا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب تعظيم العلماء وتجنب الوقوع في أعراضهم وانك أجهل تنمت مركانو وقوها سوا قفلة تنين شيخة تكا علماء تكو قفلة تنين أجن دي فتنين رتها سوا تكا غاريت لما غيسوا عالمتك توقنتي خنارة ليبر أعراض علماء دا إيقاتشون دركم حرامي الوقوع في أعراضهم عردي علماء دا غيس سينون الرافقاتو غيس تكيجي نعوذ بالله سبحانه مما يقضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة وان إمامته تقت نقيس خيس سينور يا رب ست مغن أو انتقاس بأحد منهم تكاهك إساني الرسو أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم صدركا ساني واللالو أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم تكاو إسانين ما وني تاتي فهلاته فلمو جالل ديسو جالتشو ديسو ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرف أكثر الأتباع وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ قولوا آمين وإنما وجب تعظيم العلماء ووجب طاعتهم لأن دين الإسلام إنما يتم بأمره ما لفتان علماء واجب وجنة دين الإسلام ولما ملين قوتهم تك معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما يجر إلى ثلمهم يعني الثلم نقص يجا إيه فرق إيسو سلمة الجدار جدار خنا سيو بكا كيو دو يما سلمة كبيانين فرقنا كبيواو شابا كبيجو قاوة تيجي إن ما يجر إلى سلمهم إسان قاوة إساني تبنو هنكنا إساني تيوان نجيسو هند والثاني النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى ولا منافاة أن الله سبحانه بين القسم لما نمد بنغنبان لمن شرح الله صدره وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين نمن قسمي لما كان چنكة يوجراته لما خيسا توك رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم قدري علماء من بينتك إسانس نما نتسنا مال النور جيران إنما هو أما يرون نفوت واحد دها سنسلا أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الحكام نمن بينته وكتن الرارب كتايا أما جا واي علماء دا إيجا هجنا دبنة صفاء إساني إيجا دبنة مال تفوق أبني نمني مال تفوق أبوه جنو نيدر كم نور رجل مالي أمته خيني لالكسه إذا أمته هدون نبودة جرا مال تنر جرا جنة ولا لوك أب نورا بالرجوع إلى الآثار والنصوص السابقة يتبين أن العلماء حازوا الشرف يعني حصلوا على قدر عظيم يقول له حازوا يجون حصلوا أركتن يجون شرف أركتن يجون واستحقوا الإجلال والتعظيم ووجبت لهم الطاعة والاتباع
بما حملوه على آتكهم من مسؤوليات جسام، مسؤولية قد الرجل. ومن عدم هذه المسؤوليات نذكر ما يلي: أولا حفظ دين الأمة وعقيدتها، نمني أمتها خنا أمنتي إساهر كتي إيكو عقيدة حواسا خنا إيكو يقاله بربو ورشان تكو تكاو دريجتين تكا قبيني إساوان التين أمنتو زبنيا هلا دراسة نيبا وان زبنيان جبان بكا سنجرون قبيني خيجر حتى مجيد غاليرا فموكم كسيمير حواسني خيني عقيدان سان تقمتو نات إيقو قبا وصون أنجرو عقيدان سان بدو دين سان تقمو جئ علماء يو فتي أماني ملي عقيدان حواساني بديجو أمني سترافو جريجو أنا شيخان بيخا شيخ ربي بيخا جاني بجارس أنا شيخان بيخا شيخ ربي بيخا يو شيني ربي وجه ولدنا هيد تاتي يجو معنا يو خان أنا الرامكو اسمه اتقافة ما يجو تناف حواسا خان عقيدة سا إيقون أمانا سر واجب سر وحفظ الدين هو من أهم وأعظم مقصد جاءت الشريعة لتحقيقه. شريعة إسلام تزوني دفتين مقاصد جرامي مقاصد الخمسة جاني تكاو مال جانين ضروريات الخمسة وانجان ستة اللي جان سنكيسا حفظ الدين انت دراتين حفظ الدين كوني مقصد شريعة ربي دفتين تدره لأنه يحقق الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان، لأن الله خلق الإنسان لعبادته وأن يقوموا بدينه، وبعث لأجله الأنبياء والرسل، وأنزل الكتب وفصل الشرائع والأحكام، والعلماء العدول هم ورثة الرسل في ذلك أولا. درنا من وانسنغا أمانا دالي إسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وجي أبو ربي بكمله وانقين يجيجا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتحال المبطلين يجو ما ننسى كذبهم وافتراءهم وبهتانهم يجو. هناك من يفتري ويكذب وينسبها إلى الدين الإسلامي. رسولا كان يجي مال جي خجيبان خواني قولوا جرامي خجيبا دبيتو سري ميتي صباخيتي جي دلي حديثة ضعيفة خون ونتين ونتين سببا ورى علماء عادلة وان سنبرته في يجا. فأول أولويات العلماء تبليغ شرع الله لعباده بيانا للحلال والحرام واجتهادا في إفتاء الناس فيما يعرض لهم من النوازل والقضايا. القضايا تتجدد مع مرور الزمان، أما قضايا هدو جرت أما جرتو تدور هنجر. علماء علمي سانتين اجتهاد إساني وداني نمني فرمات حواسا خنالات إساني يجو قضايا حارة ودفتهن. ودعوة إلى الخير والمعروف بكل أنواعه وفي مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. بكا هندت مسيدة قفتيمت حتى دري قبل إسان تسينو قبايت شبه فتوان ثاني يراجو قبا. وفي مختلف الأزمنة والأمكنة مع وجوب مطابقة قولهم لفعلهم وسيرتهم وسلوكهم بين الناس. وانجتوا في وجين كان كيتلي والكنا ما ديمو نما خيستي أملي خنكي خاكمي. ومتى خرجوا عن ذلك أو قصروا فيه دخلوا تحت الوعيد خمالجو يوخنا خيستي تنقني جراته أستي ركوني سامودة بأن يكونوا أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هناك طائفة تسعر بهم يوم القيامة قبل كل أحد سني بعد سؤالهم من قبل الله إيجا إسان قافت يا ربي ماذا عملت فيما علمت وعن علمه جرامي حديث وعن علمه فيما عمل فيه وعن عمره وكذا. إيجا خنا قافت يدر النبي بدنا شدني إسا خنا يا ربي يلا نها باس. هذه أولى ما الجنة تقفى. واجب العلماء تجاه الأمة ما الجنة حفظ دينهم وعقيدتهم. قبنا لما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمة الإسلام هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عمل ميسيتي يخون نهيرا دوركون أمرت أجيون وبذلك مدحها الله تعالى بقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا كنا يا رب خير الناس بالكثرة بالمال والسلطة بماذا والجاه مال تاتي خير الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بهذا كنا خير الأمة أما إذا لم نكن بهذا القدر أو لم نصل إلى هذه الدرجة أو لم نقم بهذا الواجب أصبحنا أحط من البهائم وإلى ذلك دعا سبحانه علماء الأمة خاصة فقال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم يعني هناك لابد أن توجد طائفة متصدرة لهذا الواجب جدا يقول أسر الأبتني علمان منين تني بيان مو تبعيد يعني رتي ولا بام بكلمة جرت دبيني أمو على كل يو طائفان تكتأجبه كم نكسر فان يعني تتصدر لهذه المهمة يجرات تسقط عن الآخرين جان يون جيران نمو تركما جان على كل أحد الرد هاي وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الواجب درجات بسبب قدرة ومكانة وأهلية كل فرد من الأمة في الأمر بالمعروف نموذج الكنسة والديمير والنهي عن المنكر فقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده خنقه حديث خنان ديم تيجو هذه يوسن جيران له نجاتي تراجدي تندبمنا حديث جاني أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر خن جانكنا الرهدون حديث جاء في داين حديث اللي متي لكن كلمة تكا تن جبدورا قصوتها قبلنو وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاء من ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال والذي نفسي بيدي لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم خد أن وما نسين دين تنادانو وسنة تنجت ولا ينامي تنابك سبود الديع هاي قلبها وين صاحبنا قلب قناف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجب العلماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على النصوص السابقة وغيرها واجب كفائي على الأمة في عمومها أك أمومة أمتاتي فرد الكفاية لجنان وعلى علمائها خاصة فهو أقدر على الأمر بالمعروف والنهي بما علمهم الله تعالى من العلم وبما له من مكانة عند الناس فإن وجد من العلماء من يقوم به سقط الإثم عن الجميع يوم مرة من الأبتون خان الرجلين نبوة وإلا يوم أثم الجميع بترك هذا الواجب الذي به صلاح الأمة وصلاح أفرادها ومن أهم مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على العلماء نصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم وقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر ولصعوبته وتبعاته جعله النبي أفضل الجهاد جهاد يزرد أبتين بيخنا جيكي بيرجيتك غرغلش خناف سببا حق دبچودان علمان جباته ورتي نموني هدون نمن ثاني وغا ان خرم عليه خدرجا ابو خمنا ابو خنما ميدو دندو سري متي ونكون حقامتي جچو دندو دا سبب خنا كم من العلماء الذين سجنوا وشردوا وحوربوا يقاله وخرجوا من الديار اولهم النبي عليه الصلاه والسلام أخرج من بيته وبلاده بسبب ماذا؟ بسبب أنه وقف أمام الجبابرة أمام سدنة قريش كنامي درد هبتي بر بيرا بحسن برا أناف دبين غافا غريك اللي نمني جيسي يوات جبات هذه تنافو تختلف باختلاف قدرات وأهلية من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنگا إيمان خير الرتي سر الدركام ترى قدي أقل الواجبين كمي ها فبقلبي سنخا قلبي نجيبو سني يجو
سدفع السعي إلى تحقيق وحدة الأمة أمتها خنا متى ولفدو تتافي قدود دلقاتيتي الدنما جنجلشو متي الدنما قورون دلقاتيتي متي أتك علمات ولنما في دوف دلقوتي السعي إلى تحقيق وحدة الأمة وحدة الأمة من المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية خايون علماء شريعان دفتيب وتوحيد خن بل هي المقصد الأعظم من التشريع قال العلامة الطاهر بن عاشور أهم مقصد للشريعة من التشريع انتظام أمر الأمة وجلب المصالح إليها ودفع الضر والفساد عنها والمقصد العام من التشريع حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان نمني نمان ديم تولون أمة وان تقول الراهي خناف وقد امتدح الحق سبحانه وتعالى أمة الإسلام بوحدتها المحققة للغاية من الوجود وهي عبادة تعالى وتقواه مصداقا لقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة متفرقة أما كسفكات من لم يفرق الأمة وليس بداعية في هذا الزمان إذا تكلمت عن وحدة الأمة الإسلامية أنت متهم واقعين خيس الرقسي متهم بماذا؟ بأنك تنتسب إلى فئة أو أنك إنسان في عقيدتك خلل أو أنك إنسان مقصر أو أنك إنسان لا شعور عندك كم من الاتهامات جزافا هكذا لكن نص القرآن يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة حي ايش وتحقيق وحدة الأمة وتحقيق وحدة الأمة لا يعني توحيدها في إطار نظام حكم معين وإن كان ذلك مطلبا للأمة تحقيقا للخلافة الموعودة والتي يكون فيها الحاكم أو الإمام كما قال حسن البصري مجيبا حين سأله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يصف له الإمام العادل مرة من المرات عمر بن عبد العزيز سأل هذا العالم حسن البصري وطلب منه أن يصف له الإمام العادل الإمام العادل هذا الذي تحت ظل العرش يوم القيامة وكيف يعني ماذا صفته وأجاب حسن البصري هو قوام كل ماثل كنجين قوام كل ماثل وان ديرير أبتي هندا بسا أساسا أجين وقصد كل جائر وقصد كل جائر وصلاح كل وقصد كل حائر جيتو مش جائر حائر والذي تعير يقصده والذي يصلحه جيتو وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم هو الذي ينصف المظلومين وقاز اللمامي إساءته أسمع صوتا ومفزع كل ملهوف الملهوف يفزع إليه وحين أرهقه شيء أو تعب من الشيء أين يحصل مأمنه وأمانته نجاي ستر كتيجنا عادل ما إماما سنكي ستر كتاجي والقائم بين الله وبين عباده قبروتا في ربي يدو قدابت يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر إلى الله ويريهم ربي خنا أرجيخ أجر سيسو جيبه وكربين جيو ربي خنا رب مرة برانيجي تكو قربان إبراهيم جنان ربي خنا رب مرة برانيجي isuma kana isuma irraa barta jee rabbuma kanaawu ani gaaf tokko suma yaanuu lafa rakkotti wal afaan dhufne jeenaa fi rabbi lafa rakkotti wal afaan dhufne jeenaa fi rabbiin guyyaa tokko takkittii tana isumaa fi nima takkaa wal afaan dhuftanii jee wal afaan hin dhufne jenne
وتلا فرقت ويا تقول فان دفنيجي كمي ولا فان دفتنبو غندا تقول روبا خدا تتاجي غندي غروبا خداتو وسبب وهابي رومني دبميجاني تحاسوانجي akkasi ani wahabii sanii mee rooba kana gaa isinis kadhaan je'eeni je keeysan roobni hoggu dhufu eeysan dhufaan je'eeni je asirraan nuu dhufa naan je'an je yoo asiin dhufu keeysanii yoo karaa birootiin dhufe kiyya akkasitti haa waltaanuun je'en je ani kiyya wanni beeytuun duumeysa isin qabu aduma keeysa roobaan je'en je osuma aduun jirtuun roobaan je'eeni je bishaan roobaatiin malee asriidhaa sin salaatuun jeen jarraan yoo asiin dhufe keeysanii lakkaawwadhaan jeen je akkasitti wajjin gatteenye ni taane ni haasoyne ni kadhanne roobninis waan jiru je aduudhaa gaduma deemti je roobaan garre je asitti gaa amma walafaan dhufne yaa rabbi sumaan narra wayyaana duraa siqin jeen je amma تعالى على الإسلام ومقصد الإسلام إذن أتواجبك لابد أن تعي ما يجري في الآفاق وأن علمان غيث دي ما هو بتون درك مخيت ثم تبينهم وتذكرهم وتنبههم ومن أهم ما ينبغي بيانه للحد من التكالب العالمي على الأمة الإسلامية ما يلي التحذير من التداعي العالمي من أجل تشتيت الأمة وبث الفرقة بين أبنائها قرات ددات المدخن أدام فجاسو قرات ددات والتركيز على ما يجمع كلمة الأمة ويوحدها وأن أمة متى والاتهد ونبذ كل مظاهر الخلاف في الخطاب والممارسات وقيامت وأن أدان نمدي قرى فقاتشو مما يدعو إلى التنازع والفرقة والخصام استجابة لأمر الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا إلى آخر الآية. هي خامسا كان مجال ديمتي التنبيه للمخططات والتحديات والمشاريع الخارجية والمؤامرات المتربصة والمعادية مشروع الإسلامي وللحاملين لوائه وهكذا. أما والنهر كانوا قبو إسيتنا هناك خطة مدبرة دبرت ضد العالم الإسلامي وقيمه. تيك توك ونجي أني في فيسبوك ونجي أني في شفت وانا ما انتنا وسائل إلى ما جانيتهم هندي استخدمت لتزهيد الجيل القادم في الدين الإسلامي. وانا أدى كيستنا كاني أكنا من وان كان كيست تفاهة برد صناعة التفاهة يعني تافي هم برسيسني نمني يو تافيها تهملي أكم جدا أكم بيكم نمني دين ديم أكا خبجان أركن نقول الرتي مخططات الله فجرا هد يصير مخططات نقول إن شاء الله كورشة الرأس إن يا ربي يروتك خناس سيتو الرتي دميسو كبا خناف علماءني والنجرو أن يقوموا بواجبهم في تربية أبناء الأمة الإسلامية المتوازنة. أبونا مثلا موسى والكتا خياد خمتا في ميل أدام بيخ نمكسي قدسي نمكسي نمال كان يقول أدان بيني وفيني وتوعيتهم بواجباتهم الفردية والجماعية. واجبك الفردي كذا واجبك الجماعي والوطني والاجتماعي كذا وهو ما ينعكس إيجابا على قيام الأمة بواجبها تجاه العلماء تقديرا وتعظيما وطاعة واتباعا كما أنه على العلماء أن يبذلوا كل جهودهم في الدفاع عن قضايا المسلمين وذلك بتقديم النصح لهم. قد يا مسلمة هون دنسي هذا براد أبدو بكني تدوغوري بكبو يسفول دي بتو تإني في الرقم كم نتجاري إني هون التيم وقول كلمة الحق في وجه من يخرج على منهج العدل نما منهج عدل الرافع الله دي مهندة دراد أبدته يلزم حدك يجوني ندوق أباشو قبدا ويضيع حقوق البلاد والعباد وكذلك بتوعية المسلمين بواجبهم نحو قضايا الأمة العادلة. تلكم المقاصد التي خلفوا فيها الله تعالى في أرضه وخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته جون لأننا خلفاء في أرضه. إني جعلكم الأرض خليفة
أنت خليفة الله في أرضه وخليفة نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته. هذه المهمة التي أنت كنت خليفة فيها لا بد أن تتحملها وتبينها وتوصلها إلى المجتمع وتقوم بواجبها كما ينبغي. هذا ما أردنا أن نقولها في هذه العجالة، وإن وفقنا فلله الحمد، وإن أخطأنا فمن الشيطان، وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ya sameynayna iminka shahba noo yaala gunba noo yaala waqti baan baxaynaa 15 daqiiqo shaqi kale noo fadhiya tarsii kale qadadu waa halkan maanta galabtana labada istibaadiga laba sheekh oo kale aan imaanaya. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلا.